ايه اكبر كذبة بنصدقها طول حياتنا؟ ان الدراسة لوحدها كفاية تخليك شخص ناجح. الحقيقة الدراسة مهمة، ولكن بجانب الدراسة محتاجين مهارات أساسية تساعدك توصل لأهدافك وتساعدك في سوق العمل. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا النهاردة نتكلم عن 10 مهارات مهمة لازم تتعلمها. احيانا بتحس انك متضايق او متوتر، بس في نفس الوقت مش بتكون قادر تحدد انت حاسس بايه بالظبط، واوقات بتفكر ان الناس بتهاجمك او بتنتقدك وبتقول كلام جارح ليه. بتاخد الامور بشكل شخصي ومش بتعرف تشتغل مع فريق. دايما شايف ان الناس هي السبب في مشاكلك وبتتصرف بشكل اندفاعي وبدون ما تفكر في اي نتائج. هنا بتيجي اهمية مهارة الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي بيساعدك تكون واعي اكتر بمشاعرك ومشاعر اللي حواليك. بتعرف ازاي تتحكم في مشاعرك وازاي تتعامل معاها بشكل ايجابي. ممكن تلاقي اشخاص بتحب الروتين، ودي حاجة كويسة عموما، بس اللي مش كويس لما الروتين اصلا يكون مش كويس والشخص يرفض التغيير رغم ان الطريقة القديمة مش نافعة اصلا. وفي اشخاص اي مشكلة صغيرة بتخليهم دايما متوترين ومحبطين. الانهيار والاستسلام هو الحل الامثل والاختيار الوحيد. الحياة مش فيلم ديزني كل يوم فيه مطبات، علشان كده لازم تتعلم مهارة المرونة. المرونة هتساعدك تتكيف مع الضغوط واي تغيير، ولو حصل وفشلت لو انت شخص مرن هتعرف تتخطى الموضوع وتلاقي حلول وتحول الفشل لنجاح. ولكن لو مش مرن للاسف هتفقد فرص كتيرة قوي. مرات كتير بيكون قدامك فرص نفسك فيها، سلعة او وظيفة او حتى رحلة او خروجة حلوة، بس مشكلتك مش بتكون قادر تقنع اللي قدامك بوجهة نظرك وليه انت تستاهل الفرصة دي. هنا لازم تتعلم مهارة التفاوض. التفاوض بيساعدك توصل لاتفاق يرضيك ويرضي الطرف التاني، وهي مهارة أساسية في الشغل، العلاقات وحتى المواقف اليومية. التفاوض بيساعدك تاخد فرص أفضل بكتير. لو بتتصرف في المواقف الصعبة بطريقة عشوائية ومش بتعرف تاخد قرارات مناسبة وبتكرر نفس الغلطات، يبقى أكيد أنت محتاج تتعلم مهارة حل المشكلات عشان تقدر تحدد المشكلة بدقة وتحلل أسبابها وتفكر في حلول عملية ومناسبة وتنفذ الحل الأفضل. يعني بدل ما تتوتر وتتجنب المشكلة بتواجهها بعقل وبطريقة منظمة. التفكير النقدي بيساعدك تحلل المعلومات بشكل منطقي، وازاي تسأل الأسئلة بشكل صح، وازاي تفهم الأمور بشكل أعمق قبل ما تاخد أي قرار أو تقبل أي فكرة. من الآخر التفكير النقدي بيساعدك تميز بين الحقيقة والرأي. بيكون عندك أفكار أو معلومات أو حتى مشاعر حاسس بيها بس مش بتكون قادر تعبر عنها أو توصلها للشخص اللي قدامك. هنا بتيجي أهمية مهارة التواصل، لأنها هتساعدك تنقل أفكارك ومشاعرك وحتى المعلومات اللي عندك بشكل فعال، سواء ده كان بالكلام أو بالكتاب. التواصل مش بس إنك تتكلم، لأ، إنك تفهم وتتفهم. بيكون عندك وقت فاضي كتير ونفسك تعمل حاجات معينة، ومع ذلك بتحس الوقت بيعدي بسرعة وتحس إن يومك قصير، وتبص تلاقي ناس مشغولة جدا ومع ذلك بيلاقوا وقت يعملوا فيه الحاجات اللي هم عاوزينها. انت عندك 24 ساعة وهم 24 ساعة برضه، بس الفرق ان الشخص ده عنده مهارة إدارة الوقت وانت محتاج تتعلمها. محتاج تتعلم ازاي تقدم نفسك. تبان ان هي مش مهمة قوي، ولكن الحقيقة ان هي مهمة جدا. لو هتقدم على وظيفة او حتى في الدراسة او عندك شغل خاص ومحتاج تعمل ديل مع ناس تانية، ولو عاوز يكون ليك حضور على السوشيال ميديا هتحتاج المهارة دي جدا. هتخليك تعرف تقدم نفسك بطريقة مختصرة وواضحة. مش شرط عشان تكون قائد يكون عندك منصب أو لقب معين. القائد اللي بيعرف يوجه ويحفز اللي حواليه وليه تأثير إيجابي وبيعرف ياخد قرارات وعنده أغلب المهارات اللي اتكلمنا عنها. المهارة دي هتخليك توصل لأهدافك عن طريق العمل الجماعي وهتطور عندك مهارات كتير. كم مرة نويت تبدأ حاجة نفسك فيها أو حاجة عشان توصلك لهدفك؟ يمكن كمان بالفعل تكون بدأت فيها مرة واثنين وممكن كمان 10، بس للأسف مش بتكمل. عشان كده الاستمرارية هي من أهم المهارات اللي لازم تتعلمها ولازم تبدأ بيها. الاستمرارية هي اللي هتساعدك تلتزم بالحاجة اللي بتعملها بشكل مستمر ومنتظم حتى لو الحماس قل أو مفيش شغف زي ما بنقول. وخليك فاكر إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الخلاصة، الدراسة مهمة جدا، ولكن بدون مهارات النجاح هيكون صعب جدا. المهارات هي اللي هتفتح لك فرص وتخليك مميز في أي مجال. قولولي في الكومنتات ايه اكتر مهارة حاسس انك محتاج تتعلمها، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان نشرح كل مهارة بالتفصيل في الفيديوهات الجاية. سلام.